يعد عيد الفطر أحد أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، حيث يأتي تتويجا لشهر رمضان المبارك ليكون يوما للفرح والتواصل الاجتماعي والترحم. ورغم أن جوهر العيد واحد في جميع الدول الإسلامية والجاليات المسلمة، إلا أن عادات وتقاليد الاحتفال تختلف من بلد إلى آخر، مما يعكس تنوع الثقافات الإسلامية حول العالم. يبدأ العيد بإقامة صلاة الفجر ثم صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، حيث يجتمع المسلمون في أجواء إيمانية تعكس روح الجماعة والتآخي، وتليها خطبة العيد التي تدعو إلى المحبة والسلام، ثم ينطلق الجميع لتبادل التهاني وزيارة الأهل والأصدقاء. قبل العيد يحرص المسلمون على إخراج زكاة الفطر، وهي فرض على كل مسلم قادر، توزع على الفقراء والمحتاجين حتى يتمكن الجميع من مشاركة الفرحة. كما يعد ارتداء ملابس جديدة وتحضير أطباق تقليدية من أبرز العادات المتكررة في معظم البلدان الإسلامية. تتميز احتفالات العيد في السعودية ودول الخليج بإقامة الصلاة في المساجد الكبرى مثل الحرم المكي والمسجد النبوي، حيث تجذب أعدادا هائلة من المصلين. وبعد الصلاة تتبادل العائلات الزيارات، ويتم تقديم الأكلات الشعبية مثل الكبسة والمكبوس والمعمول. كما تقام فعاليات ترفيهية تشمل عروض الألعاب النارية والمهرجانات العائلية. في مصر تبدأ الاحتفالات من ليلة العيد، حيث تمتلئ الأسواق بالمتسوقين الذين يشترون الملابس الجديدة وحلوى العيد مثل الكحك والبسكويت. وفي الصباح تؤدى صلاة العيد في الساحات الكبيرة مثل ساحة مسجد الحسين والأزهر، ثم يجتمع الأهل لتناول الإفطار، وتستمر الزيارات العائلية طوال اليوم مع تقديم العيديات للأطفال، وهي نقود رمزية تعبيرا عن الفرحة. يعرف العيد في تركيا باسم سكر بايرامي أو عيد السكر، ويشتهر بتوزيع الحلوى التقليدية مثل البقلاوة واللقوم على الأطفال والزوار. كما يقوم الأتراك بزيارة المقابر وقراءة الفاتحة على أرواح أحبائهم قبل الانطلاق للاحتفالات العائلية. في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، يسمى العيد ليبياران، ويبدأ بمراسم رسمية يتبادل خلالها المسؤولون التهاني. تعود العائلات إلى مسقط رأسها في تقليد يسمى موديك، حيث تقام ولائم كبيرة تشمل أطباق الأرز بالكاري والمأكولات البحرية. وفي ماليزيا يزين المسلمون منازلهم بمصابيح بيليتا التقليدية، ويقيمون حفلات مفتوحة للجيران والأصدقاء. تحافظ دول المغرب العربي على تقاليد مميزة في العيد، حيث يتم تحضير الحلويات التقليدية مثل المقروط، بريوات، كعبوزال، وتتجمع العائلات حول مائدة الإفطار التي تضم الشاي بالنعناع والتمور. في تونس يعتبر الكسكسي من الأطباق الرئيسية للعيد، بينما تحرص العائلات في الجزائر على تقديم حلوى المقروط والقريوش للضيوف. في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا تحتفل الجاليات المسلمة بعيد الفطر بتنظيم صلاة العيد في المراكز الإسلامية والمنتزهات العامة، حيث يجتمع الآلاف في أجواء احتفالية. كما يتم تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال وتقديم الأطعمة التقليدية وتبادل الهدايا. عيد الفطر في المغرب مناسبة تجمع بين الأجواء الدينية والعادات الاجتماعية التي تعكس عمق التقاليد المغربية. فبمجرد الإعلان عن رؤية هلال شوال تعم الفرحة في كل المدن والقرى، وتبدأ التحضيرات لاستقبال العيد بطقوس خاصة تجمع بين الأصالة والحداثة. تبدأ أجواء العيد في المغرب من ليلة العيد، حيث تنشغل الأسر بتنظيف البيوت وتجهيز الملابس الجديدة وتحضير أنواع مختلفة من الحلويات التقليدية
مثل كعب لوزار وهي حلوى محشوة باللوز، الشباكية حلوى بالعسل والسمسم، البريوات مثلثات محشوة باللوز أو اللحم المفروم. كما يتزايد الإقبال على الأسواق لشراء الملابس الجديدة خاصة للأطفال، حيث تعتبر الملابس الجديدة رمزا للاحتفال والفرح في هذه المناسبة. في صباح يوم العيد يستيقظ المغاربة مبكرا ويرتدون أجمل ملابسهم، ثم يتوجهون إلى المصليات والمساجد لأداء صلاة العيد في أجواء روحانية مميزة، حيث يردد المصلون تكبيرات العيد وتحلو وجوههم الفرحة. قبل التوجه إلى الصلاة يحرص المغاربة على إخراج زكاة الفطر، وهي فرض ديني توزع على الفقراء والمحتاجين لضمان أن يستمتع الجميع بفرحة العيد. بعد العودة من المصلى تجتمع العائلات حول مائدة الإفطار الخاصة بعيد الفطر، والتي تختلف عن مائدة رمضان، حيث تتضمن أطباقا شهية مثل المسمن والبغرير، وهي فطائر مغربية تقدم مع العسل والزبدة. الحريرة حساء مغربي شهير وإن كان أقل حضورا مقارنة برمضان. التمر والشاي المغربي بالنعناع. يحرص المغاربة على زيارة الأهل والأقارب والجيران بعد الإفطار، حيث يتم تبادل التهاني بعبارات مثل عواش مبروك أو عيد مبارك سعيد. كما يتم تقديم الحلوى والشاي المغربي للضيوف في جو من الألفة والمحبة. كما أن التكافل الاجتماعي من أهم مظاهر العيد في المغرب، حيث تقدم المساعدات للأسر الفقيرة وتنظم مبادرات خيرية لمساعدة المحتاجين، خصوصا في الأحياء الشعبية والقرى. في القرى والمناطق الجبلية يحتفل الناس بعيد الفطر بطرق تقليدية، حيث يجتمع أفراد القبيلة في الساحات لإقامة احتفالات تشمل الأهازيج الشعبية مثل أحيجوز في الأطلس وقناوة في الجنوب وأحواش أيضا في منطقة سوس، إلى جانب إعداد وجبات تقليدية مثل الكسكس والطاجين المغربي. مع تطور الحياة تغيرت بعض عادات العيد في المغرب، حيث أصبح التواصل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي جزءا من التهاني. كما بدأت العائلات تفضل قضاء العيد في المنتجعات والشواطئ، خاصة في المدن الساحلية مثل أكادير وطنجة والدار البيضاء. رغم الاختلاف في التقاليد والعادات، يبقى عيد الفطر مناسبة توحد المسلمين في أنحاء العالم حول قيم الفرح والعطاء وصلة الرحم. فهو إضافة لكونه عيدا دينيا هو فرصة لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ معاني المحبة والسلام بين الناس.